دقيقه واحده اجيب الدواء وارجع معاك تاني. الدكتور فين من فضلك؟ انت الدكتور يعني؟ جاي حالا بس بيدي حقنه. اعمل معروف استعجله، اصل والدي تعبان قوي ولازم الحقه بالدواء. اهو. بصراحه ايدك النهارده كانت زي الريشه، ما حسيتش بالحقنه خالص. احنا في الخدمه يا فندم، بس المهم لازم تيجي بكره. لكن ازاي؟ ده ميعاد الحقنه التانيه بعد بكره. ايوه بس لازم نطمن على حقنه النهارده. ياه، انا ما شفتش اخلاص بالشكل ده. ولسه انت شفتي حاجه؟ وحياتك يا دكتور مستعجل. ثانيه واحده من فضلك. طيب سعيد. مع السلامه، وما تنسيش تيجي بكره، انا في انتظارك. ان شاء الله. مع السلامه. يا دكتور. ايوه اي خدمه؟ الدواء ده اعمل معروف. 237. مش مهم الثمن. ثانيه واحده من فضلك. اي خدمه؟ صباع روج بس صنف كويس. ده صنف هيعجبك قوي. مفيش صنف احسن من كده؟ ده بقى على الشفايف الحلوه يحلو. يا دكتور والدي تعبان خالص ولازم الحقه بالدواء. يا خبر، انا اسف. ثانيه واحده وراجع لك، اوعي تمشي. اتفضل بالشفا ان شاء الله. ادفع في الكيس. خلاص فضلت لك اهو. معلش حابه افوت وقت تاني عقبال ما افكر. امرك يا فندم، بس لازم تفوتي تاني. يمكن. ساعة بقت 2 و7 دقايق يا دكتور. بسرعه كده يا علي، يلا انت عشان تروح لاولادك بدري. لا، راح فين؟ النهارده اخر الاسبوع ولازم نرجع الحساب مع بعض. السلام عليكم. مع السلامه. وريني يا ستي بقى الحساب. اتفضل. يا ده الحساب مظبوط قوي. يعني تمام؟ تمام وبس، دي اكتر من التمام. دي حاجه تخلي الواحد باصص في الكشف على طول. ده على القشره، لولا ما فيش وقت. استاذن انا بقى يا ميس. ايه رايحه فين؟ لازم امشي. لا يمكن، لازم تتغدي معانا. معلش مره تانية والنبي. دي دقيقة واحدة وناكل. انت عارفه فتوح ما تاخرش عن ميعاده ابدا. بصي. مساء الخير عليكم. اهلا. وحشتيني قوي يا روحي. انت اللي وحشتني اكتر. انا قلت امشي، انت اللي عطلتيني. اهلا مدام حكمت، لا مؤاخذه. معلش الحب يعمل اكتر من كده. مش عرسان جداد. بالحق ازاي جوزك؟ انا بشوفه. تتصور يا فتوح بيخرج قبل ما تصحى ويرجع بعد ما تنام. يا خبر، ايه ده؟ على حل شعره كده. ويا ريت بعرف هو فين كمان. لا لا يا مدام حكمت، الازواج الكويسه ما يصحش تعمل كده ابدا. امال ايه اللي مخليني اموت فيه؟ من البيت للانا البيت. ودايما عيني في الارض. مش كده يا حبيبتي؟ عن اذنك يا مدام حكمت. من غير حسد، ربنا يهنيكم ببعض. ممكن تستناني شويه عشان راجع معاك؟ لا والله ما اقدرش، اديني العداد. طب دقيقه واحده اجيب لك الفكه من جوه. معايا الفك 100 جنيه ال10. اصلك مش فاهم، اصل الفكه جوه والصحيح برضه جوه. امال فين الدكتور يا ناهد؟ اهلا استاذ هردلة. اهلا اهلا. هو فين؟ الدكتور في المعمل. معمل؟ حقنه ولا بيركب دواء؟ بيركب دواء. يبقى ادخل. اهلا هارد لك. لا المره دي مش هارد لك، الحقني ب1.5. نعم 1.5 ايه؟ انت جننت؟ ليه؟ هو اللي يطلب 150 قرش يبقى اتجنن؟ 150 قرش؟ انا افتكرت. ومبلغ كبير بالشكل ده عاوزه ليه بقى؟ ما تضيعش وقت، التاكسي بره والاستوديو واقف على رجل. هي فرجت دور بقى ولا كل الادوار، ولازم الواحد يروح في تاكسي. يا سيدي اتوضع شويه، تطل البصله وتشخبط في الاتوبيس. اتوبيس؟ انا توفيق هاردلك صاحب الدكتور فتوح ابو شامه على سن ورمح، واتشعبط في الاتوبيس عشان اتنشل؟ وراح خد من الكيس 1.5 جنيه. لا مش ممكن. ليه مش ممكن؟
مش ده اللي انت طالبه؟ ما هو مش ممكن هيدوني مبلغ كبير بالشكل ده، لازم تيجي معايا. حاضر يا سيدي. انت ما بتشبعش ابدا. خد من جيبي اهو عشان ما تتعطلش. ربنا ما يحميش منك. ربنا يفتحها في وشك عشان تبعد عني يا توفيق يا ابن هاردلك. يلا يا جماعه بسرعه شويه، ولا 15 فيها شمالك. افتكر دلوقتي انت كنت دورك ايه؟ ظابط مباحث. الحمد لله. وادي الكارنيه اللي هطلعه من جيبك. يلا يا ناس، اول ما اللي يفتح لك يقول لك انت مين. لكن ده ما فيش صوت. انت تهبب اللي يقول لك عليه وبس. حاضر اهبب. ايه يا المز؟ فين اللي هيعمل دور الظابط؟ اهو يا فندم. ايه ده؟ مين اللي جابه؟ في حاجه يا فندم؟ في انك ما تنفعش. شكلك مش شكل ظابط. المهم الموهبه يا استاذ. قلت لك ما تنفعش واطلع بره. يلا يا ابراهيم. ليه بس؟ ده انا عامل شنب اهو. قلت لك اطلع بره. انا عامل شنب بره. يا سلام، تريس شيك حلو خالص، وكمان جنان قوي على حضرتك. هو صحيح جنان، بس التمن غالي قوي. ابدا، التمن في الموديل نفسه، علشان احنا ما بنعملش من الموديل غير فستان واحد بس. طيب ممكن ادفع عربون دلوقتي عشان ما معيش كام؟ ممكن قوي يا فندم، تحت امرك. ربع ساعة بس واجيب لك بقية الفلوس. ما دام هتدفع عربون ممكن كمان بعد اسبوع. لا، دي الاجزخانة بتاعتنا قريبة. تحبي قبل تتغدي ايه؟ لا مش ضروري. لا ازاي؟ ده ضروري جدا. مادام حلف يبقى اللي تشوفه بقى. انا شايف ان الدنيا حر، فانت تتغدي جبنه وبطيخ عشان تبقي خفيفه. فتوح. ميسة. 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 سلام عليكم. سلام عليكم. مالكش نفس ترد بعد اللي حصل؟ اللي حصل ما كانش على بالي. ولا على بالي. انا هتجنن يا هاردلك، دماغي هتنفجر. وانا طول السكه عمال اكلم روحي، هي هتفضل هاردلك لحد امتى؟ تصور واخد قعدتي في المعمل وعالي العال. انا عملت مكياج ولبست هدومي وبقيت جاهز 24 قرار، وطب هوب دخلت ميسة عليا. وانا طب هوب دخل علينا المخرج. اتلفتت وخرجت جري، جريت وراها ما لحقتهاش. بص لي من فوق لتحت وراح زعق فيا. خدت ايدي في اسناني وقلت يا فكير، مع اني كنت حاطط يافطة الراحة في امان الله. مع انهم ادوني الاكسسوار. ايه ده؟ فكرني دور الظابط اللي كنت هعمله. يا سلام يا هاردلك، ده انت هايل يا هاردلك. كويس اللي رفدوك يا هاردلك. ايه مالك اتغيرت كده ليه؟ زي ما اكون عريان ولبست. وانا زي ما اكون حران وسقعت. تسمح؟ لا. يعني ايه؟ اقعدي. انت جاي هنا عاوز ايه؟ اقعدي. نعم. ميسة فتحي وداني كويس اللي هقولهولك. مش عايزه اسمع حاجه. لا هتسمعي، لان دلوقتي مضطر ابوح لك بسر خطير اقسمت على اخفائه. يا سلام، فاكرني هاكل من الكلام ده؟ هتاكلي ولازم تاكلي. عشان انا نقيب يا ميسة. نعم. ما تقاطعنيش، دي حاجات اسرار.
وكتر خير الدنيا اللي بقولها تاني. يعني ايه؟ ناس ائتمنوني ووضعوا ثقتهم فيا، واقسمت امام الله والقانون ان كلمه عنهم ما تخرجش من لساني، انما انقاذا لبيتي وقلبي وحبي مضطر اقول. طب ما تقول. انا ظابط سري، واللي شفت فيه الاجزخانه ده عمليه استدراج مهوله لعصابه خطيره تعبث بحقوق الناس وتستنزف اموالهم، ولا هم لها الا السطو والقتل مع سبق الاصرار والترصد. انت كل ده مش معقول. مسؤوليه شايلها لوحدي فوق كتافي وساكت، ماشي ليل ونهار شايل راسي على كفي ومش عاتل هم حاجه في دنيتي غيرك انت حياتي. انت فتوح جوزي؟ لا، انا 213 في هواو. انا مش مصدقه عينيا، مش مصدقه وداني. دلوقتي هتسمع بودانك. الو، مين؟ انا 213 في هواو. ايه الاخبار يا فرقه؟ حول. ايوه فرقه، لازم كله يكون جاهز ومسلح. المقابله حسب الخطه الموضوعه. الليله دي ضروري ساعه الصفر 10:30 هكون على الباب. يا سيدي اموت اموت في سبيل الوطن، ترخص كل حاجه. انتهى. الظاهر الخط علق مع مستشفى تانية، ربنا يستر. سمعت بودانك؟ عمليه مستعجله ومهمه جدا. يا حبيبي يا فتوح، وانا اللي كنت ظلمك. ظلماني وبس؟ ده لسه اليمين اللي حلفته علشان ما بوحش بالسر. اصوم بدلك 3 ايام. وانا اروح فين من ضميري؟ انا السبب يا حبيبي، سامحني، دي اخر مرة اتدخل في شغلك. طب خلاص، بس لو اتأخرت نامي. نامي انت يا روحي. لكن ما قلتليش هي العملية دي فين؟ تصوري في الأوبرج. شمشريخة بطاطا غنيله عالبطيخة أمان يا كركانة. بيغني عالبطاطا دقله عالبلاطة، بيغني عالبطاطا دقله عالبلاطة، ورايحة بالحب سلاطة اعتز يا ست زليخة. بيغني عالبطاطا غنيله عالبطيخة. أمان يا كركانة. شمشريخة شمشريخة مطرب تسمع صريخة. بيغني عالبطاطا غنيله عالبطيخة. أمان يا كركانة. علمته 7 لغات اعطيته احلى غنيات. علمته 7 لغات اعطيته احلى غنيات. من المن الطار النارات لما كتر النفيخة. بيغني عالبطاطا غنيله عالبطيخة. أمان يا كركانة. شمشريخة شمشريخة بكرة بتسمع صريخة. شمشريخة شمشريخة بكرة بتسمع صريخة. بيغني عالبطاطا غنيله عالبطيخة. أمان يا كركانة. عشيته في السوسيب علمته لعب الطرلي وغلبته بلعب الليخة. بغني عالبطاطا غنيله عالبطيخة.
شمشريخة شمشريخة بكرة بتسمع صريخة شمشريخة شمشريخة بكرة بتسمع صريخة بيغني عالبطاطا غنيله عالبطيخة ليريليريليريلم ليريليريليرم أمان يا كركدة شمشريخة شمشريخة بكرة بتسمع صريخة شمشريخة شمشريخة بكرة بتسمع صريخة اللي بيغني عالبطاطا غنيله عالبطيخة ليريليريليرم ليريليريليرم أمان يا كركدة اخص عليك يا فتوح، ده انا مراتك حبيبتك. خلاص احكي لك. تعالى. تعرف يا ابو غزاله ان احنا محتاجين لواحد زي ده. دي مسألة عايز تفكير. التفكير مرض عروف اللي مخبي مسدس واللي مخبي متريوس واللي مخبي دبابة. دبابة ترانزستور. ما انت فاكرة ايه؟ انا بحارب اخطر عصابة مثقفة. ايه وبعدين؟ انا شفت الحكاية كده، سكت حوالي ساعتين. برافو. ايه وبعدين؟ لحد كده انا ماشي كويس مش كده؟ ده انت مش معقول. ايه وبعدين؟ فاكرة الفيلم بتاع كيرك دوجلاس اللي شفناه سوا؟ ايوه. انا طلبت لهم ازازة ويسكي وحاطط لهم فيها منوم وراهنتهم على شربها. وانا كمان جيت لك على طول يا حبيبتي عشان عارف انك ما تحبنيش انام بره. تصبحي على خير. يا سلام، تعرف ان جو المغامرات ده هايل. فتوح، خدني معاك المرة الجاية والنبي يا فتوح. اخدك فين؟ الاوبرج. مش كفاية انا؟ نامي نامي يا حبيبتي.
دكتور فتوح يا دكتور. ايه في ايه؟ هو الواحد مش لاقي حته ينام فيها ابدا؟ بس الزباين يا دكتور، الادويه التركيب، صاحب الروشته الاولانيه واقف بره. قولي له فوت كمان ساعه، كمان ساعه. كمان ساعه هنقفل يا دكتور. طب قولي له فوت بكره. العيان يموت. طب غوري من قدامي قبل ما اخليكي تسبقيه. أوف. لا العيان مرتاح ولا السليم مرتاح. الو، مين؟ يا سلام يا تيفا، كنت لسه جايب في سيرتك. بتتكلم منين؟ بكلمك من محلات كل كرشه ومنبار، واقرا الفاتحه للخازندار. ابدا، حبيت اطمن عليك. كله ماشي حال، شربتها على الاخر. طبعا الليله دي كمان واللي بعدها على طول بقى. يلا يلا اتنقل وتعالى. بس اخلص البروفه اللي في ايدي وبعدها اجيلك على طول. بروفة مسرحية المائدة الاستهلاكية. ما انت عارف يا سيدي. وايه يعني؟ ايه يعني 4 سنين بروفات؟ لسه بدري. المهم ما تعطلنيش دلوقتي وانا جاي لك على طول. تشكر يا بتاع السنين يا لطيف. شكر لله. قول لي يا معلم، ما فكرتش يوم تشتغل في السيما؟ ما ترجتك 100 مرة تلزقنا في أيها نور. طب اسمع، هات الاكسار بتاعك وحصلني بيه على فوق. ويطلع إيه الإكسدام بتاعك ده بقى؟ ولا حاجة، رصداني وفتحة للشلقان. برجلك يا أستاذ. لا مؤاخذة أيها الفنانين الصغار، اتأخرت عليكم مش كده؟ نبتدي البروفة يا أستاذ. لا غلط غلط غلط. أنا لازم أكتب المشهد ده من أول وجديد. أصناف الأكل دي ما كانتش موجودة أيام الرومان. انتوا عايزين بريخت يزعل مننا؟ ناخدها ونجيب غيرها. لا سيبوها، يمكن توحيلي بمسرحية تانية. أمال هنجيب إيه يا أستاذ؟ بكرة التلات في سمك وفراخ، أهم دول بقى يركبوا أكتر على المشهد ده. ما احنا جبنا قبل كده سمك وفراخ. ما يهمش، كل ما كلنا كل ما اندمجنا أكتر. ولا يعني نوقف البروفات؟ بس أمي بتقولي إنك باين عليك إنك نصاب. نصاب؟ أنا نصاب؟ معلش يا ابني، المسامح كريم. كل العباقرة بيتشتموا هم على قيد الحياة. مع السلامة. الإكسدام أهو. تعليم كتير. أنا هبتدي النهارده وأوعدك بشرف السينمائي إذا واظبت معايا وأخلصت بالشكل ده 1 ولا 2 سنين بالكتير هعمل منك صوفيا لورين. صوفيا صوفيا، المهم تلزقنا في أيها دور. اطمن، أنا لازم ألزقك. مين يا راجل يا مجنون يا نصاب يا ضلالي يا حرامي، تسلط العيال يزرعوا الاكل ونوضوهم على لحم بطننا. في سبيل الفن يا سيدة. اوعى كده، فن مين؟ احنا بتوع حاجات زي دي. الفنان قوم يا أستاذ وأنا جايب لك إكسدام تاني. قوم بس المهم تلزقني في أيها دور. طيب أربان. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بست عزيزه. زيارة مفاجأة مش كده؟ بالعكس ده شرف كبير قوي. اهلا وسهلا بالسيد ابو فصاله. ابو غزاله. ابو غزاله. ابو غزاله ابو فصاده ما تفرقش. المهم وبالاختصار الست عزيزه عيانه. لا سلامتك، عندك ايه؟ معرفش. الروجيتا معاكم؟ لا الحقن. حكيمانا ليها دكتور صاحب الروح بالروح عنده حقن عينه قام اداها لنا. تسمح لي اشوفها؟ في شنطتها. يلا يا حبيبتي، يلا يا عزيزه خش خد الحقنه. طب وانت مش جاي معايا؟ انا؟ انا لا يمكن اقدر اتحمل منظر الحقنه ابدا. احسن حاجه عملتها في حياتك. اتفضلي. اتفضل. حر. خد راحتك. قولي لي من فضلك، هو ضرب الحقنه بكام؟
في العرق ولا في العضل؟ عضل. على فكرة انا مش عايزة الحقنة في دراعي. لازم في العرق، احنا عاوزين مفعولها بسرعة. انا بقى يا حاجة مبدأ الشرف، ولا شيء غير الشرف. عشان كده الناس بتحبني، بتموت فيا. مش كده برضه؟ الدكتور والمدام جايين. ايوه ايوه. انت هايل يا دكتور. متشكر يا فندم، احنا في الخدمة. خدت الحقنة؟ طبعا. ان شاء الله هترتاح خالص بعدها. بس زي ما اتفقنا هشوفك الليلة دي ضروري. طبعا طبعا. بس ما يتأخرش، لحسن عزيزة في موعدها. ازاي؟ يعني هتبات بره؟ صاحي وشرفك، ما تخافيش، ده انا هسوي الهوايل. ما تاخد بالك من نفسك. لا هتعشى وانام. مع السلامة.
دي شقة الأستاذ فتوح أبو شامة؟ ايوه يا فندم. فعلا. مش فاهم قصد حضرتك إيه؟ انا عارفه انه بيشتغل معاكم. معانا؟ معانا فين؟ عندكم في المباحث السريه كده؟ بالاماره هو في الفرقه ايه يا ربي 213 فهوه. ما شاء الله ما شاء الله. ارجوك ما تزعلش قوي. بيته وعلى حياتنا احنا الاثنين. قال لي على كل حاجه. وبتعيطي ليه دلوقتي؟ اصلي بحبه وخايفه لا تزعله. وما قالكيش حاجة تانية؟ وراني الكارنيه والندم بيحرق في اعصابه. يا حبيبي يا فتوح. ممكن تمسكي أعصابك شوية؟ حاضر. انت قد كده بتحبيه؟ ده لولا اعترف لي بكل حاجة أنا كنت حرقت نفسي بعد ما اتطلقت منه. طيب هو فين دلوقتي؟ أنت مش عارف هو فين؟ لا والله ما قاليش. على العموم بعد النهارده أنت هتدوله مكافأة ضخمة. النهارده مسك أول الخيط. الخبطة الكبيرة بالنسبة له الليلة. حاجة عال خالص. أنا برضه كنت بقول إنه مش هيخرج عن حتة من دول. يعني مبسوط منه؟ يا هانم جوزك. أنت ناسية إن إحنا مباحث سرية؟ وصي بالأوبرج عايز أكلم المخبر سماحة على التليفون. حاضر يا فندم. لقيت اللي اسمه فتوح؟ أبدا يا سيدي. طلع راجل فلاتي، وعمر الفلاتي ما يسهر في البيت. يعني مش نصاب؟ مش باين. لعبة بيلعبها على مراته عشان يتصرمح على كيفه. بس البنت بتحبه قوي. وهي مصدقاه؟ الحب صعبت عليا، ما رضيتش اكسر بخاطرها. كل اللي اقدر عليه واعمله ان اجيبه واديله درس جامد. اياك على الله يلتفت لبيته ويتعلم. ايوه يا سماح. انت عارف فتوح صاحب الكارنيه المزور؟ تقبض عليه وتجيبه على هنا على طول. مش ممكن. انت متاكد؟ طب اسمع، اقبضوا عليه وهو مروح من غير ما حد يشعر. في حاجة يا فندم؟ فتوح المزيف قاعد مع عزيزة وشلتها. وفيها ايه يا فندم؟ عزيزة دي زعيمة عصابة تهريب موضوعة تحت المراقبة من 2.5 شهر. يعني 100% يعني. ليه لا؟ مين عارف؟ انت عقلك في راسك يا ابو غزاله؟ طبعا، امال هيكون فين؟ ولما هو طبعا واقف هنا ليه؟ استني الجو. هو الجو في المكتب مستنيه. كنتش عارف انهم هيجوا من الباب اللي وراني. انت بالنيابه عني. تحت امرك يا برج. بقى يعني اسيبكم واعمل نمرتي الاقيكم تشغلوا مكاني؟ لا لازم زهقتوا مني. يا خبر، دي كانت حاجة كده طياري على ما تيجي. طب ايه رأيكم لو نسهر عندي في البيت بعد التشطيب؟ أوي أوي. قوي قوي ايه؟ انت ناسي؟ ناسي؟ الشغلانة اللي ورانا اللي هتاخد مننا الشغل الصبح. صحيح، جدع اللي فكرتني. شغلانة ايه؟ ده بقى سر. عليا؟ بعدين هتعرفيها. امتى؟ لما نعمل لك شغلانه زيها. الو. ايوه يا فندم. الاستاذ فتوح دقيقه واحده. تليفون عشانك. ليه انا؟ ايوه. مين؟ اللهم اجعله خير. الو. مين؟ ميسة؟ انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ ده انا اللي قلت لك. صحيح، ما تاخذنيش يا حبيبتي، اصل عقلي مش معايا. قاعد مع العصابه بحاول معاها بكل ما اوتيت من مكر ودهاء. ربنا يوفقني. اسمع يا فتوح، في واحد ضابط مباحث كبير جه هنا وسأل عليك. ضابط مباحث؟ اسمه ايه؟ شوي. وانت قلت له ايه؟
يا خبر اسود. على العموم هو عارف كل حاجة، وقال لي انه هيشوفك ضروري قبل ما ترجع البيت. كتر الف خيرك، انت عملت اللي عليكي. مع السلامه. يلا بينا يا سي توفيق، يلا. ايه مالك؟ قطط مين؟ احنا القطط يا سي توفيق. اعملوا نفسكم سكرانين. ايوه مساء الخير يا سيدة ابو غزاله. عزيزه اهو بقى الست عزيزه هي اللي بعتانا، وبتقول لك سرب القطط لحسن الكلاب بتهوهو. مرحب بوفد القطط. استنوا انتوا بره، افتح لهم. اللي تحسبها ابو غزاله. امال ايه اللي دكتور وحقنه في العرق والعضل يا سيدي مش وقت حقن دلوقتي، المهم تسربونا. ايوه بس احنا دفعنا تمن ضرب الحقنه، وانتوا هتدفعوا ايه بقى عشان اسربكم؟ اللي تقول عليه من جنيه ل 100. من جنيه ل1000 يلا. اسمع المفهوميه، دفع فلوس. اسمع، خدمه قصاد خدمه. اؤمر واحنا ننفذ. اي حاجه، اي دور، اي شخصيه انا مستعد اعملها. بس لو سربتكم النهارده مش بعد كده. ليه بس التشاؤم ده؟ احنا خلاص بقينا اهل، اكتر من اهل. انا هخرجكم من هنا زي الشعره. بس قصاد كده انا هشيلكم امانه. شيل يا اخويا شيل، بس انت بقى خلصنا لحسن الوقت بيفوت. الشنطه دي توصلوها لسوسو. سوسو؟ سوسو دي مين بقى؟ ده الفكهاني اللي في الدقي. ندور عليه. تطلب منه بطيختين، واحده على السكين وواحده بختك رزقك، ناوله 10 جنيه. بطيختين فيهم واحده بختك رزقك ب10 جنيه؟ هيديك الباقي، تاخد البطيختين وتسيب الشنطه وتنك ماشي. بسيطه قوي. استنى، لو اداك الشنطه تاني تجيبها هنا على طول. ها هات والله الواحد نفسه من البطيخ. شلضم. نعم يا معلم. منه دكتور وبزهم لعبنا، مفيش لزوم، انا راجل متربي. رايك بس ايدك. مع السلامه. لا، ايدك على البنديره وما بعدها. من فضلك. لا معلش، انا هاخد تاكس. ايه في ايه؟ عايزينكم في المباحث الجنائيه. مباحث؟ ايوه. ها، عملت ايه مع فتوح وزميله؟ طول عمرك عطر يا ابو غزاله، امال تبقى دراع يمين ازاي؟ ان ما كنتش ابقى الدراع اليمين لمراتي حبيبتي، هكون لمين يا حياتي؟ ابو غزاله عزيزه. كلام فاضي، انا عاوز الحقيقه، فاهمين؟ والله العظيم مصروف يا حضره النقيب المزيف، انا اقدر اسجنك بتهمه انتحال شخصيه ضابط مباحث. افتكر دي متفقين عليها. في دي عدك العيب. الادله متوفره واعترافكم موجود. ما احنا عشمنا فيك خير برضه حضرة الضابط. انتوا كمان متهمين باخفاء الحقائق عن رجال البوليس. ابدا وحياتك، احنا حكينا لكم الحكايه من الالف للياء. وعزيزه انت خدت بالك دي بتاعت قاعده وبس. قعدتين عشان الحلفان. انتوا انضميتم امتى للعصابه دي؟ عصابه؟ ايوه، عصابه التزييف. تزييف ايه؟ كرنيهات برضو؟ لا، بنكنوت. وانا عارف وانت عارف يا فتوح. لا انت اللي عارف. كذاب. وشنطه التهريب دي؟ تهريب ايه؟ والله العظيم انا افتكرتها شنطه كتب. افتح الشنطه دي. انا؟ لا يمكن. وانا كمان يستحيل. انا كنت متوقع. هي براءه؟ انتوا لازمكم دليل على البراءه، تقدروا تجيبوه؟ نحلف لك على المصحف. مش كفايه. المصحف مش كفايه؟ انا مستعد اساعدكم. يبقى كتر خيرك، بس لازم انتوا كمان تساعدونا. مستعدين لكل اوامرك. انا هتفق معاكم على اتفاق، لو نفذتوه هصلح لكم حكايه الكارنيه، ما نفذتوهوش. وليه التشاؤم ده؟ قول ان شاء الله. انتوا عارفين ان انا اقدر اجيبكم في اي وقت. طبعا. فتحوا ودانكم كويس للي هقوله.
معلم سوسو. اهلا بالافنديه. يا مسا الانوار، يلزم خدمه؟ ادينا بطيختين وحياتك، واحده على السكين وواحده بختك رزقك. البطيخ موجود بس الفكه لا. ازاي الكلام ده؟ احنا طالبين واحده على السكين وواحده بختك رزقك. بنقول الفكه لا، البطيخ اصلك يظهر مش فاهمنا. احنا يبقى لا فكه ولا بطيخ. اصل انا ريقي ناشف الصبر من عندك شاهد. انت بتكلم مين؟ بكلم اللي خلقني وخلقك. يعني ده اخر كلام عندك؟ اقبوا فوتوا عليا لما تفوق. خلاص، سلام عليكم. الشنطه نسيتوها يا فندم. مالكم؟ عقلكم مش في راسكم ولا ايه؟ هنعمل ايه في الهبابه اللي معانا دي يا سيارة لك؟ ما تيجي نرميها في السكه ونقول لابو غزال ولحضره الضابط عن طريق صابر حسب الاتفاق اننا سلمناها. ولما حد يكتشف ان احنا كدابين، لو سلمنا من هنا مش هنسلم من هناك. يا سيدي يا ترى من يعيش؟ لا، خلينا صادقين ونرجعها مين اللي شغل صابر ده هنا؟ تعرفوا من انهي داهيه؟ انا مظلوم يا ست عزيزه. يبقى مين اللي شغله هنا؟ انت اتكلم. المعلم ابو غزاله هو اللي شغاله. ابو غزاله؟ ابو غزاله هو اللي... ايوه معلم. ايوه معلم. روح اندهولي من صالح عبد الفتاح. اهو جاي يا معلمه. ايه خير يا زوزو؟ انت اللي جبت صابر ده يشتغل هنا؟ ليه، هو صدر منه حاجه؟ طلع مع البوليس يا ابو غزاله مفتح. بوليس؟ ما هو اخلص اخلص. عاوز توديني في داهيه يا شلم؟ هو ده اللي قلت لي عليه انه غلبان واطرش كمان؟ انت طيبة القلب ما تنفعش في الشغل، فاهم؟ طيبة القلب ما تنفعش في الشغل، فاهم؟ ما تنفعش في الشغل. صابر ده يسافر الليله دي القمر وانت اللي هتسفره الليله دي، فاهم؟ يلا حركوا. تعجبني يا دراعي. ابو غزاله ما يتغلبش ابدا. اهلا باللومنجيه. يعني الشنطه معاكم؟ قال لنا مفيش فكه ولا خدناش بطيخ، وكنتوا فاهمين ان السيم من اول عمليه هيكون مظبوط. امال المخ ده بيعمل ايه؟ مهلبيه؟ جاي ليه بعد اللي حصل؟ غاوي يا استاذ، غاوي. ولا مش غاوي انضرب كل يوم روسيه من ست والدتك؟ بس انا غاوي يا استاذ، غاوي. غاوي حاوي، روح قول لها الكلام ده. وقول لها كمان انها فرجت، ربنا فرجها من اوسع الابواب وبقت كفته وطرب وكباب، وانا دلوقتي هقفل الباب. ندخل بقى على الشغل. ايه ده؟ وشك للحيط ليه؟ ده مش في الروايه. ما هي الانسه سعاد بتحب تندمج وتلبس ملابس الدور. يا سلام على الفن، دايما الفنان بيبقى جاهز. ايدك عشان تبقى جاهز انت كمان. اهو يا استاذ عشان ابقى فنان. ياه، ده انت هتبقى فنان بشكل. مش نبتدي بقى يا استاذ عشان ورايا شغل كتير، غسيل والمواعين ماليه الحوض. نعم، هي دي الفنانه العظيمه والنجمه اللامعه. ايوه، دي بتتكلم عن المسرحيه الجديده بتاعتها، خادمه للجميع. يلا خلونا شغلنا، اتفضلوا هنا.
هنا فين يا استاذ؟ عالكنبه. ارجوك، دي خشبه المسرح المقدس. اتفضل اطلع. اطلع اطلع. هنعمل دلوقتي المشهد 99 بعد تمام 1000. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هي قبل الرواية اسمها ايه؟ اسمها هيكون مفاجأة. أنا كاتبها لك مخصوص. ده بقى الأفيش وهو مكتوب عليه هذا المساء الافتتاح العظيم مصمت الحب. يا أستاذ أنا مش فاضية، نبتدي بقى. حاضر حاضر يا ست سعاد. ولا انت يعني عايزك تفضلي هنا اكبر وقت ممكن. انت عارفه معزتي عندي قد ايه. حلو 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 يا استاذ. هو مفيش حد وياه. ده كلام الدور. دوريت ما اقدرش اخون جوزي يا عفيفي. ما اقدرش اخون جوزي يا عفيف. لا 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 مش كده. شوف انا هقولها ازاي برقه. ما اقدرش اخون جوزي يا عفيفي. ما اقدرش اخون جوزي يا عفيفي. اطلب الطلاق. اطلب الطلاق وانا رقبتي سداده. هتجوزك على سنه الله ورسوله. مين اللي قال لك بقى الكلام ده؟ انا قلته. الاسبوجي. انت مالك يا استاذ؟ ارجوك ما تقولش غير اللي اقوله لك. طب يلا بقى لحسن انا بقى اللي مستعجل. اطلب الطلاق. اطلب الطلاق. لو كنت بتحبيني زي ما بحب. لو كنت بتحبيني زي ما بحبك. صحيح بتحبيني يا عفيفي؟ صحيح بتحبني يا عفيفي. انت كل حاجة في حياتي. انت كل حاجة في حياتي. انت القلب اللي انا عايش بيه. انت القلب اللي انا عايش بيه. ايه؟ انت المنبار اللي ينور طريقي. انت المنبار اللي بينور طريقي. ايه قول ايه قول. كمل من عندك كمل من عندك. ايه ده يا استاذ؟ الكلام مش راكب. انا برضو قلت انك انت هنا. مين؟ ستي. يا لهوي بالي يا لهوي بالي. يا خبر زي بعضه. هو ساب العيال وتحول عليكي. والله ما انا سايبها لك. امشي نجرع على المطبخ. خلصي المواعين اللي في الحوض. اطلع اطلع يا استاذ. نهارك زي وشك. ده انا حاسس بجدك النهارده. هي دي يا اخويا نجمة المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون. ما هو اصل يعني هات الالياف اللي خدتها. حاضر اهو. احنا ما نتكلش اوانطه. من فات من بره قل مقدار الى المصمتي. مفيش اخبار من صابر؟ لا حس ولا خبر. مش عارف ايه اللي جراله. ولا فتوح وتوفيق؟ احنا منبهين عليهم ما يتصلوش بينا الا عن طريق صابر. يبقى لازم احنا نتصل بيهم. انا حاولت من غير ما اقول لسيادتك. فتوح مش موجود في البيت والاجزخانه مقفوله على طول. ثم صابر اختفى وما اتصلش بينا من اول ليله تعاونوا فيها معانا. تفتكر هم اللي سلموه للعصابه؟ جايز وجايز لا. علشان كده لازم نتحرك وبسرعه. اوامر سيادتك. ابعت عليه وجابر يسهروا النهارده في الاوبرج. يحتكوا بفتوح وتوفيق ويستدرجوهم على هنا. افرض ما فهموش اللعبه ولا عصلجوا. هاتوهم باي طريقه. امرك يا فندم. انت بتتلمع كده قوي ورايح على فين؟ عندي شغل يا ميسة. وانا يا فتوح انت نسيتني خلاص؟ ابدا يا حبيبتي، بس الحكايه غمات قوي ومش عارف اتصرف ازاي. انت مش مسكت اول الخيط؟ انا قلت كده؟ ايوه لازم حصل، بس انا نسيت. معذور يا حبيبي، محتار بين قلبك وضميرك. هو كده تمام. تصبح على خير. وانت من اهله حبيبي. أنبأ. بسفر القمر بيرجع؟ قمر؟ يا نهار اسود. انا بطني وجعت. انا رايح. مش تحاسب يا استاذ. انا اللي حاسب برضه. مسكها واسعه قدامك، لازم تدوس على رجلي. لا عندك حق. بتبرطم بتقول ايه؟ مدير المباحث عايزكم الليله. بتقول ايه؟ ما انتوا مش قد الشرب وتشربوا ليه؟ المدير عايزكم ضروري. يا ابني انت بتتكلم نص عالي ونص واطي ليه؟ ده باين عليهم ومش فاهم. خلاص
خلاص يا توفيق حصل خير. اصلك مش عارف حصل ايه. لا عارف. اسمع بس يا ابني انت على حالك. هو كده ايه؟ احنا بنتساق. يلا يا توفيق. ما خلاص يا حضرة انت وهو الله. اصلكم مش رجاله. الله يسامحك. وباين عليكم كرديات كمان. نعمة والحمد لله. طب خلاص. لا الدنيا هات وخلاص. قدامي كلكم على الاسم. الخناقه اللي حصلت دي ما عجبتنيش يا رجاله. شكلها كده حلواني ما يطمنش. وانا كمان قلبي بيكن من ناحيه الجماعه دول. بس اللي محيرني ازاي نفدوا بالشنطه من وسط الشبكه دي. اللي مخلي الفار يلعب في عيب صابر. تصور سيادتك ان صابر من يوم ظهرش وكنت بسعى عليه بطريقه ما تخليش حد يشك. اصول الشغل كده. انا اللي ابتدأت اشك فيك من ساعة صابر ما اختفى، وعلشان كده عملت الخطة بتاعت الليلة دي. وبوظت لي الخطه اللي كنت راسمها. لا مؤاخذه. على العموم الفرصة قدامك لسه، بس انت دلوقتي امضي على المحضر وخلي بالك كويس. حاضر يا فندم. يلا هارد لك. اتفضلي امضي هنا. حاضر. يبقوا خلوا الحاجات دي للعيال. على العموم الصلح خير برضه. انتهى الافنديه التانيين. حاضر يا فندم. اتفضلوا امضوا هنا. مش خلاص بقى صفي يا لبن؟ اهو ده محضر الصلح، امضي. امضي بالعربي. اخلص يا استاذ. حاضر. مع السلامه. تاكسي. على فين؟ يلا. انا سبحان من خلاني اتحكم في اعصابي وقت الخناقه. لكن انتوا سبتوا اوضه الضابط النبطشي ورحتوا فين؟ لا ابدا. اصل عرفت ان واحد صاحبي مسجون جدا قام طول الكلام بينا. ويا ترى اتفقتوا على ميعاد تتقابلوا فيه تاني؟ فال الله ولا فالك يا شيخه. ربنا يجيب العواقب سليمه. ايوه الحمد لله اللي جت على كده. ما قلناش رايحين فين؟ نروح بقى. نمشي. في البيت. فرصه ولا تتعوضش، ونتكلم على راحتنا بعيد عن العزال. والله فكره. مفيش احسن من البعد عن العزال. يا سلام بيبقى حلو بشكل. بس تكلم المحل من اول تليفون يقابلنا. ايه يا معلم؟ الوقت بيفوت ولا عارف لسه؟ زمانهم جايين ولا الغايب حجته معاه. يعني في شغل؟ كل حاجه جاهزه. مش ناقص غير وصول عزيزه واخواننا الجداد. الو. ايه يا عزيزه؟ شغلتونا عليكم. بتقولي ايه؟ مش معقول كده. دلوقتي بس انا اتاكدت. الظروف هي اللي بتخدمنا. فهمتهم ان احنا هنروح على البيت عندي، وانت بقى عارف الباقي. عارف. البيت قال ولاد الهرمه. عقبال ما توصلوا انتوا هنكون احنا سبقناك على هناك. العمليه اياها اتاجلت يا رجاله. ورانا عمليه تانية مهمه ومستعجله. بعدنا عن العمار خالص. ده بيتي الخصوصي، محدش يجي الا الانسان العزيز عليا قوي. مش بقول لك اننا غاليين عندها قوي. اتفضلوا. هو ده بيتك؟ يعني اتفضلوا. خدوا راحتكم على بال ما اغير هدومي واجيب الويسكي. بس وحياتك ما تنسيش المزة. يا اخي من عينيا.
وصلوا يا ابو غزاله. واحنا جاهزين. انتوا طبعا فاهمين هتدخلوا منين وهتعملوا ايه. فاهمين. اهلا ميسة هانم. اهلا اهلا وسهلا. لا مؤاخذة اللي جيت في وقت زي ده. أنا حاولت أتصل بالتليفون لكن فعلا التليفون عطلان بقاله كام يوم والمدام مش موجودة. مش موجودة. هي شغالة ما قالتلكيش؟ اللي أنا فيه ما خلانيش عرفت إيه اللي قالته. خير، في حاجة مهمة؟ اتفضلي ارتاحي، اتفضلي. فتوح النهاردة تالت يوم ما رجعش في البيت. ازاي ده؟ ما قالكيش انه مسافر ولا حاجة؟ أبدا، وعمره ما عملها. أنا خايفة يكون جراله حاجة، مش عارفة أعمل إيه يا ربي. طب اسألي عليه في المستشفيات يمكن. أسأل. ما أنا سألت قبل كده في المستشفيات ولا حس ولا خبر. أنا مش عارفة إيه اللي عملته ولا إيه اللي هعمله. طب بلغت البوليس؟ لا. افتكري كويس. متأكدة. يبقى لازم تبلغ البوليس. ممكن اقابل السيد شوقي؟ نقول له مين يا فندم؟ حرم الدكتور فتوح. لحظة واحدة من فضلك. اتفضلي هنا حضرتك، استريحي شوية. بس انا لازم اقابله ضروري. ايوه بس لما يخلص اللي في ايده. اتفضلي. طيب خليك على اتصال بيا وما تسيبش مكانك قبل ما تديني خبر. برضه مفيش خبر خالص. المصيبة ان احنا مش عارفين مكانهم. لازم نعرفه. انا خايف كمان مجي مراته هنا يلفت النظر. اسمع، دخلها لي. حاضر يا فندم. صباح الخير يا استاذ شوقي. اهلا وسهلا. لسه برضه مفيش اخبار عن فتوح؟ اخبار ايه؟ سيادتك عارف انه بقاله 3 ايام غايب وما اتصلش بيا خالص حتى بالتليفون. ايوه عارف. طيب ممكن تريحني بس وتقولي هو فين؟ وانا اعرف منين يا هانم؟ ازاي الكلام ده؟ مش بيشتغل معاكم. شوف يا هانم، انا مضطر اخيرا اقول الحقيقه. جوزك مطلوب القبض عليه لانتحال شخصيه ضابط. مش ممكن، انت بنفسك. من فضلك، دي مش التهمه الوحيده اللي ضده. جوزك مشترك في عصابه تزييف. فتوح في عصابه تزييف؟ انا اسف، انا قلت لك كل اللي عندي. مع السلامه. لكن طبعا مش راضيين يقروا بحاجه. اللي قالوه بيعيدوه. بيعيدوه. ما تسفرنا من القمر وتخلصنا. لازم نتقل على الرز شويه. لازم نسويهم. دخل اكل. حاضر يا معلم. نفسي واحد يشتمني دلوقتي ويقول لي يا كلب. يا كلب، سمعت؟ هو صحيح الواحد ممكن يموت من الجوع؟ ممكن، بس بعد ما تنشف مصارينه. انما قبل كده ما اعتقدش. طمنتني، كنت خايف اموت قبل كده. مش هتعالوا بقى وتعترفوا؟ اعترفوا. الست عزيزه عاوزاك على التليفون. رجع لكم تاني.
ايوه دي. ايوه عزيزه، ها ازاي الحال؟ البت مرات فتوح هنا. لا لوحدها. مش معقول لوحدها. انت متاكده من كلامك؟ طب وجايه تهبي بيه؟ هي سألت شلدم على فتوح وعماله تحلف ان البوليس عايزه ومطلوب القبض عليه. يمكن ملعوب يعملوه. كلام ايه ده؟ انت لازم تخلصي منها. عالم. انتوا الظاهر الضرب ما بيحوقش فيكوا، لكن حالا هخليكوا تعترفوا. ميسة فتوح. لا، البوس مش كده. كده جرجر العصابة على الاسم وانا هطلع وراهم. تعالوا معايا. يعني ما سألتنيش ايه اللي جاب؟ بعدين اصل العصابة هي اللي خطفتني لما رحت ادور عليك هناك. وتدور عليا ليه بس؟ عشان والبوليس هو اللي قال لي انك ظابط مزيف. اسكتي بقى. كده طيب.
القبض على العصابه ويسعدني ايدي في ايدك. عارف يا فندم، دي حبه واخر كده. عاوز اقول عارفه صحيح ومستعده ارد. طب